في قلب حي أولاد عبيد الله العتيق بمدينة الجلفة كانت تسكن الحاجة عوالي، هرمة بعمر 83 عاما، تجاعيد الزمن محفورة على وجهها، لكن يديها ما زالتا تحملان أسرار الأرض. لم تكن الحاجة عوالي مجرد عجوز، بل كانت طبيبة شعبية، ملاذ النساء والأطفال الذين ضاقت بهم سبل الطب الحديث أو عزت عليهم تكاليفه. بعلم توارثته الأجيال عالجت بالأعشاب، وأشرفت على ولادات بقطع السرة، وداوت الأوجاع بلمسة تقليدية حانية. في يوم ما جاءت إلى منزلها امرأة شابة أنهكها الشوق لصوت طفل يملأ عليها فراغ الحياة. كانت غايتها التعراق، وهي طريقة تقليدية يلجأ إليها البعض طلبا للذرية. كعادتها جلست الحاجة عوالي تسأل الزائرة: هل عندك مرض؟ هل عندك ضيقة؟ سؤال بسيط لكنه جوهري في عرف المداواة الشعبية، فالحرارة الشديدة للتعراق قد تكون قاتلة لمن يعاني، لكن المرأة من شدة رغبتها الملحة في أن تصبح أماً ومن خوفها أن ترفض العجوز علاجها نفت وجود أي مشكلة صحية. يا ليتها لم تفعل. كانت الضحية تحمل في صدرها سراً مدمراً، ضيقة خطيرة، علة كامنة لا تحتمل أبداً التعرض لحرارة عالية. العجوز قامت بما اعتادت عليه لسنوات طويلة وبحسن نية، لكن التعراق كان أقوى من قدرة جسم المرحومة، فحدثت مضاعفات خطيرة أدت لوفاتها. تحول بيت الحاجة عوالي الذي كان مزاراً للأمل والشفاء إلى مسرح لجريمة غير مقصودة. لم يكن في قلب العجوز سوى الخير، لكن القانون لا يعترف بالنوايا وحدها. رفعت عائلة الضحية قضية ضد الحاجة، وبين شهادات الإثبات والنفي، وبين الحزن الغاضب لعائلة الفقيدة والدموع الصامتة لعجوز لم تكن تقصد شرا قط، حكم القضاء كلمته: 3 سنوات سجنا بتهمة القتل الخطأ، لتجد نفسها خلف أسوار السجن عجوزا هرمة تدفع ثمن خطأ لم تكن هي الوحيدة المسؤولة عنه، بل شاركت فيه رغبة دفينة وحرقة أنثى على الذرية ونية بيضاء لم تدرك عواقبها. فك الله أسرها ورحم الفقيدة، وترك الحادث درسا قاسيا في التقاء النوايا الحسنة بالعواقب الوخيمة. مع قناة من لخر يأتيك الخبر من الآخر. لا تتردد في الاشتراك، وكن دوما في قلب الحدث.